مش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي وتحضيراته لكأس العالم، بل ما نحكيو على أخبار المنتخب. عيدكم مبروك الناس الكل، وكل عام وأنتم بخير. إذا تحب الكورة مغروم قصص الكورة، حط لنا فولو للباج متاعنا. المنتخب الوطني التونسي يواصل تحضيراته لكأس العالم 2026. منتخبنا يواصل تحضيراته في مدينة الطرقة في تونس. جل اللاعبين المنتخب التحقوا بهذا التربص باستثناء اللاعب علي العابدي اللي مازال عنده لقاء مع فريق نيس الفرنسي، لقاء البراج. منتخبنا يواصل التحضيرات. الأجواء عال العال قبل التحول يوم السبت إلى مدينة فيينا في النمسا، لقاء ودي أمام المنتخب النمساوي يوم الاثنين، وعندنا لقاء ثاني ودي الأخير أمام منتخب بلجيكا قبل التحول الرسمي للمنتخب الوطني التونسي لكأس العالم 2026. في إطار هذه الاستعدادات تعرفنا على الزي الرسمي للمنتخب الوطني التونسي اللي يمشي يلعب به في كأس العالم 2026. حطونا في كومنتير، حطونا تعليقاتكم للزي الرسمي للمنتخب الوطني التونسي. حطونا تعليقاتكم إذا كان عجبكم أو لا الزي الرسمي للمنتخب الوطني التونسي لكأس العالم 2026، وبشنو يذكركم هذا الزي ولعبنا فيه في مونديال شكون. خليونا تعليقاتكم.